السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زوزو ودي قناتي. اللي مش مشترك في القناة يضغط على كلمة الاشتراك تحت الفيديو ويفعل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم كل إشعار بكل فيديو جديد أنزله على قناتي. وما تنسوش اللايك بقى كمان للفيديو علشان اللايك ده هو اللي هيوصل الفيديو بتاعي لأكبر عدد من المشاهدات. يلا بينا كده بقى نصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه في البطة العظمة اللي انتوا شايفينها دي. أنا طبعًا البطة دي أنا لا سلقتها ولا حمّرتها، أنا عملتها بطة كده مشوية بعصير البرتقال. يالّا بينا كده بقى ندخل على الطريقة. أنا جِبت الكبة كده زي ما أنتم شايفين، وأنا عندي الكبة بتاعتي فيها عصارة برتقال. نزلت كده بعصير برتقانتين كبار. لو البرتقان عندِك صغير اعملي 3 برتقانات يكونوا حجمهم كبير، لإن طبعًا البَط عادةً بيكون حجمه كبير، فإحنا عايزين كمية سوايل كويسة علشان نتبِّل بيها البطة بتاعتنا. وجِبت كمان بصلتين كبار فرمتهم برضه في الكبة كده زي ما أنتم شايفين. بصراحة الكبة دي أنا ما استغناش عنها في المطبخ، باحس إن هي بتساعدني في كل حاجة في المطبخ. جِبت كده بقى عصير البرتقان، ونزلت على عصير البرتقان بالبصل اللي أنا بشرته في الكبة، ونزلت بمعلقة كبيرة من الملح ومعلقة من الفلفل الأسمر ومعلقة كمان من السبع بهارات. أنا بصراحة ما زودتش توابل كتير علشان ما يضيعليش طعم البطة. يبقى أنا كده عصير البرتقال معايا والبصلتين اللي أنا فرمتهم في الكبة والملح والفلفل والسبع بهارات، ونزلت بمعلقة كبيرة من الصويا صوص. بصوا شايفين شكل الخلطة عامل ازاي. انا بقى البطة بتاعتي انا كنت غسلتها كويس ونقعتها في محلول الخل والملح والليمون، ونزلت كمان عليها بمعلقتين من الطحينة وشوية من الدقيق، ونقعتهم حوالي ساعة لحد البط بتاعي ما حسيتش بأي ريحة زفارة فيه. جبت بقى الخلطة وتبلت البطة بتاعتي كده، يعني زي ما انتم شايفين كده حطيت تحت الجلد وعملت تشققات كده بالسكينة في قلب البطة علشان أنا عايزة البطة تشرب كويس من التتبيلة. طب انت عملتي التتبيلة دي امتى يا زوزو؟ أنا عملتها قبلها بيوم. لو انت مستعجلة أقل حاجة البطة تقعد في التتبيلة حوالي 3 ساعات، مش أقل من 3 ساعات، علشان البطة تطرى معانا وتشرب من التتبيلة كويس. جيت بقى كده تاني يوم الصبح جبت القارب كده زي ما انتم شايفين، وبصوا البطة نزلت كل السوائل اللي فيها. هتعملي ايه كمان يا زوزو؟ انا جبت كده بقى طبق كده صغير وحطيت فيه معلقتين من السمنة البلدي، وحطيت عليهم شوية من الملح وشوية من البابريكا ومعلقة كمان من الصويا صوص، وقلبت كله كده كويس مع بعضه. ونزلت كمان بشوية من الملح وشوية من الفلفل الأسمر. ودي كده الطبقة الخارجية اللي هتكون على البطة. طب انت حطيتي معلقة سمنة بلدي او معلقتين سمنة بلدي ليه يا زوزو؟ مع التوابل والصويا صوص، علشان السمنة دي هي اللي هتخلي التوابل والصويا صوص يلزق على البطاية. طبعا السمنة هتتجمد مع التوابل والصويا صوص اللي انا حطيتها، يعني مش هتنزل او مش هتسيح. السمنة هتبقى مجمدة كده فوق البطة كده زي ما انتم شايفين. جبت بقى الكيس الحراري. طبعا الأكياس الحرارية دي بتبقى بالمقاس. أنا كنت جايبة اللي هو اللارج اللي هو الحجم الوسط. لو البطة أكبر من كده في اللي هو الإكس لارج. حطيت كده بقى البطاية كده زي ما انتم شايفين في الكيس الحراري. وهعمل ايه بقى كده تاني؟ انا هجيب بقى الخلطة اللي انا كنت متبلة فيها البطة، وهنزل بالخلطة كده في الكيس الحراري كده زي ما انتم شايفين. بصوا شايفين الشكل عامل ازاي. انا النهارده بقى كده ولا سلقتها ولا حمرتها، وعايزه نقول لكم ان البطه بالخلطه دي في الكيس الحراري كده في الفرن طعمها في منتهى الجمال واحلى من البط المسلوق مليون مره. جبت بقى كده الكيس الحراري كده زي ما انتم شايفين، وبصوا الخلطة اهي فضيتها زي ما انتم شايفين برضو في الكيس الحراري. وجبت كده بقى الايه في بيبقى فيه رباط كده بنقفل بيه الكيس الحراري. قفلت بقى كده وربطت على البطة بتاعتي كويس جدا. ادي كده حبايب قلبي كتفت البطة بتاعتي وربطتها كويس جدا جدا. يلا بينا كده بقى نعمل تفتحات كده بالخلة كده بتاعة الشيش طاووق. بنعمل يعني ايه تفتحات كده في الكيس الحراري علشان ما يتنفخش مننا وهو في الفرن. وادي كده حبايب قلبي شكل البطة بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن. بصوا شايفين الشكل والجمال.
جبتها كده بقى وحطيتها في طبق التقديم، وحطيت بقى كده حوالين الطبق شرايح كده من البرتقان. عايزة نقول لكم طعمها أحلى مليون مرّة من البط المسلوق. إن شاء الله حبايب قلبي تجربوا الوصفة بتاعتي وتطلع كمان أحسن مما أنا قُلت لكم عليها. ربنا يحسن ما بين إيديكم حبايب قلبي، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة، هتوحشوني.